من السفاره، لان احنا ما عندنا مؤسسه احنا تجمعنا كلنا، هاي الفراغ بين الجاليه العراقيه والسفاره ما اكو شيء بالوسط. السفاره لازم تدعم، لازم تساعد حتى تبني، بعدين السفاره هي تخلي هي انتخابات وشيء، بس اول مره بدون السفاره هاي المؤسسات الثلاثه اللي قالها كاك عادل هوايه ضروريه للعراقيين، كلش ضروريه، ما تصير الا مبادره مساعده من السفاره العراقيه، اشراف يصير، كل شيء يصير لازم يصير، خليه يسوون فد جمعيه فد شيء، يعني حتى السفاره يصير بها ممثل من السفاره، 3 4 من العراقيين الطيبين النشامه اللي يحبون بلدهم، خليه ياسسوها. بعدين السفاره هي تسحب وهي تسوونها، اي مساعده السفير كاكا عادل هو ملتزم، قال انا اساعدكم بكل شيء، هم بعدين يسحبون منهم، بس اول مره المباراه بدون مساعده السفاره ما تصير، لان احنا ما عندنا شيء بالوسط، الجاليه والسفاره ما عندنا شيء بالوسط حتى تلمنا كلنا، وبعدين يصير كل شيء. والثالث عتاب على الاستاف السفاره، لان ذاك اليوم اخذنا شهادات مال اطفالنا، واحد من استاف السفاره ما جاء يهنئ اطفالنا، اخذوا شهادات يهنئهم، وكاكا صباح ما جاب لهم شويه هدايا ينطيهم باسم السفاره حتى يفرحون بهم. العراقي شويه تعبان قلبه شويه تعبان، يعني ما في شوكولاته واحد كان يفرح قلبه، يعني ما بيها شيء كله صوت ابو النور، ابو النور كله صوت. بس بالسفاره الاخ بسام ماخذ هدايا طبعا، بس موجود السفاره والله كاخذ، والله لو قايل لي نوري واستاذ فؤاد شو تروح؟ ما خبرتونا، لا ما خبرتونا الشهادات، بالنهار او بالليل كان اثناء الدوام. هذا نقدك مقبول على راسي، حقك حقك هذا. اي هاي مساله الدراسه الكرديه طبعا تدرون هو قرار من سنه 70 اذا تتذكرون، بيان 11 اذار كان تدرس اللغه الكرديه في المناطق العربيه، المهم هاي القرار بعدين تم الغائه لانه في الدستور راح يتم ايجاد صيغه لهذه المساله، وبالعكس هو اغناء للعراق الموحد ان تصير اضافه الى اللغه العربيه، اللغه التركمانيه، اللغه الكرديه، بالعكس هذا ليس هو شو اسمه تقسيم للعراق، او بالعكس يجب ان نعطي كامل الحريات لكل. مثال بسيط، انتم شوف اذا احد عنده فرنكات سويسريه بالفلوس مالتهم ب6 لغات مكتوبه، حتى الفلوس الصيني مكتوب بالاسلامي القديم التركي، هو باللغه الحروف الاسلاميه. اذا شوفوا اليوم اذا احد عنده فرنكات فرنسيه على الصفحتين ب6 لغات، اللغه الفرنسيه، اللغه الالمانيه، اللغه الايطاليه. اكو جاليه صغيره 60,000 واحد في سويسرا يسموهم الرومان، اسمهم رومان، مو روماني، اسمهم رومان. في سويسرا حتى بهذا اللغه مكتوب 50 فرنك، 20 فرنك، 100 فرنك. لا سويسرا تجزأت ولا سويسرا، بالعكس هذا اغناء، وهذا يجب ان يصير، لان احنا يعني نشتغل من اجل عراق ديمقراطي فدرالي غير قمعي، عراق متسامح، عراق موحد. توحيد العراق لا يمكن توحيد العراق الا ان يشعر كل العراقيين بان هذا بلدهم. كل العراقيين يجب ان يشعروا هذا بلدهم، كل العراقيين يجب ان يشعروا بالمواطنه، ماكو اي فرق بين كردي، عربي، تركماني، كل واحد حسب كفاءته ياخذ موقعه عند ذاك العراقي القسمه. انا ما اريد عراقي كي لزقي. واعطيكم مثال بسيط، انا من سنه 90 91 المنطقه الكرديه منطقه كردستان كان شبه مستقله، او اقدر اقول مستقله، حتى الدينار العراقي لمعلوماتكم في منطقتنا كنا نستعمل الدينار القديم الاصلي. في بغداد وكل مناطقهم كان يستعمل الدينار المزور، صحيح ولا لا؟
المفتوح. زين احنا الدولار كان يساوي 12 او 11 دينار، والدولار كان في بغداد يساوي 1000 قصدي من هذا. وبالعكس من النظام راح الشعب الكردي التحم مره ثانيه وهذا وطنه. ليش يعني ليش الشعب الكردي هم غرباء عن العراق؟ هم جايين من جزر واقوا، هذا بلدهم يريدوا يبنوا، بس كذلك يحافظون على تراثهم وعلى ثقافتهم وعلى لغتهم. بالعكس هذا يغني العراق، هذا يغني العراق. لذلك بعض الاخوان راد يقمعوا الاستاذ خالد راد يحكي قول عراق قول عراق، وكانه هسه خالد بيده سكي راح يقسم العراق. يا اخي خالد ما بيده سكي ولا يقسم العراق. خالد عراقي اكثر من كثير الناس اللي يدمرون العراق حاليا. يحاولون تفجير العراق، تدمير النفط، تدمير المؤسسات، البنى التحتيه، المدارس، النساء، الاطفال. يجب عليك ان لا تلغي غيرك. مناصرة الى خالد. شو خالد؟ دعمت علي ابو الوليد. يجب عليه ان لا تلغي غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد السفير المحترم، الجاليه العراقيه المحترمه، نقف اجلالا واكراما لكل قطره دم طاهره سقطت على ارض العراق العزيز. اخواني، نحن اليوم نمر بمرحله صعبه جدا، فتره تحول نظام كان مفهوم للجميع، نظام اجرامي بكل معنى الاجرام، وسلب جميع الحريات الدينيه والعقائديه والقوميه لكي يتسلط فتره 35 عام على العراقيين الشرفاء. والعراقيين الشرفاء يعتبرون هذه الفترة أسود فترة في تاريخ العراق الحديث. إلى حالة تبدو غامضة إلى الجميع من الناس لكثرة تلاطم الأفكار والأحزاب الجديدة التي انكشف عنها غبار سنين الظلم القاهر. تعتبر بصراحة واضحة عن القيم والمبادئ التي تحملها هذه الأحزاب القومية والدينية والليبرالية، طرحا ديمقراطيا شفافا واضحا. ولكن البعد الآخر خلط الأوراق جميعها وجعل صورة العراق مغوشة غير واضحة، مراهنا مرة على حرب قومية ومرة أخرى على حرب طائفية لكي يشق سقف الوحدة العراقية. ولكن حكمة السياسيين الشرفاء العراقيين قد حددوا من هم هؤلاء، ومن هذا البعد المشبوه كما قال السيد مثال الآلوسي: بعثيين مجرمين طولوا لحاهم وقصروا ثيابهم ولبسوا لباس الدين لكي يقوموا بحلبشة جديدة وبمقابر جماعية جديدة. اليوم المطلوب منا مهما كان الاختلاف بيننا في وجهات النظر، يجب علينا أن نقف صفا واحدا للإطاحة بهذه الأفكار الإرهابية اللعينة. وبالختام أرجو المعذرة إذا أطلت، واللعنة على الظالمين. السلام عليكم. طبعا لمة حلوة، كلهم العراقيين باقت ورد ما شاء الله. بس مع الاسف الشديد عندنا نبذ. نعم استاذ. يعني معقول المجتمع العراقي بس 4-5 نساء؟ وين الاخوات؟ انا اول شيء اختارت زوجتي تيجي معي تسمع ناقش. يا اخي ليش الحالة؟ انا كثير زعلان. انا قلت هسه اكيد، مع علم انا خبرت كثير منهم، حتى الظهر خبرت قلت له حميد لا تصير معي جيب مرتك.